انزاغي مدرب الهلال حط وليد الركراكي في واحد الموقف اللي خايب بزاف وما تبغيهش العدو. واش عرفتيه ولا ما عرفتيهش؟ ما عرفتيهش واجا عندي نفهمك البلان كي داير، وما تنساش دير معك هاد الحركات. يلا بشينا. الاداره ديال الهلال عندها الاموال الطائله، وفي نظرك انت اشنو هو السبب اللي خلاهم يمشيو ويتعاقدوا مع عبد الرزاق حمد الله؟ واخا هو راه في الامكان ديالهم يتعاقدوا مع احسن نجوم في العالم بحال كريستيانو رونالدو وغير ذلك، ولكن المدرب انزاغي كان عنده واحد الراي اللي اخر، اللي هو فرض عليهم ولا بد يتعاقدوا مع عبد الرزاق حمد الله وفي اقرب وقت. ومن طبيعه الحال هذا الشيء اللي شفتوه. وفي نظركم علاش السبب حتى انزاغي يعني كان مقتنع بعبد الرزاق حمد الله واختاروا من بزاف ديال المهاجمين؟ يعني المدرب فاش راجع الملف ديال عبد الرزاق حمد الله وشاف الارقام ديالو الخياليه اللي دار في الدوري السعودي، السيد راه بدا كيقلب عليه بالريق الناشف. بطبيعه الحال هذا راه سبب واضح باش يجبد المشاكل وليد الركراكي. يعني علاش عبد الرزاق حمد الله ما كاينش في المنتخب ووليد الركراكي كان كيتجاهلوا هذه المده كامله من المونديال ديال قطر ما كانش كينادي عليه؟ اشنا هو السبب اللي ما كيناديش على عبد الرزاق حمد الله؟ ودابا هانتوما كتشوفوا مدرب اللي عالمي بحال انزاغي، يعني من شاف الارقام ديال عبد الرزاق حمد الله والدور ديالو والاهداف ديالو، يعني اختاروا من وسط بزاف ديال اللاعبين. اشنو الفرق ما بين وليد الركراكي وما بين انزاغي؟ ومن طبيعه الحال هادشي اللي وقع راه غيطرح واحد التساؤلات اللي كبيره بزاف. والمشكله الاكبر اللي غتواجه الركراكي هو الا مشى عبد الرزاق حمد الله حتى تفرقع في هذا المونديال ودار شي ماتشات اللي زوينين وصلت حتى النهائي، وعبد الرزاق حمد الله ساهم بشكل كبير في هذه المباريات، فراه الركراكي غيولي عليه واحد الضغط اللي رهيب جدا. والمغاربه غيبداو يطالبوا عبد الرزاق حمد الله يكون حاضر في كاس افريقيا اللي منظمه في المغرب. ومن طبيعه الحال غيكون غادي يستاهل يشارك في كاس افريقيا. وحنا كنعرفوا عبد الرزاق حمد الله صراحه راه لاعب اللي عنده مستوى اللي كبير ويستاهل يلعب في كاس افريقيا، لحقاش النوعيه ديال عبد الرزاق حمد الله راه قليله ونادره. هذا ما كان الخوت، ما تنساوش تخليو المتابعه ديالكم والبارطاج. تحياتي، تشوفوا فيديو اخر.